سمعت حكي لما أنا كنت بأمريكا على موضوع القدس. ما بعرف وين بيجي التشويش أو الحكي. عمري ما راح أغير موقفي بالنسبة للقدس باسم بغض النظر شو بيحكوا ناس ثانيين. نحن عندنا واجب تاريخي بالنسبة للقدس والمقدسات. ففي ضغط على الأردن، في ضغط على الأردن، في ضغط عليه من الخارج، في ضغط عليه. لكن بالنسبة لي هذا خط أحمر، وأنا بعرف الشعب معي، واللي بدهم يأثروا ما راح ينجحوا بالنسبة لموقف الأردنيين. نحن عارفين بقلوبنا شو المطلوب منا، وراح نضلنا بهذا الاتجاه، وإن شاء الله هذا آخر مرة لازم أنا أوضح للجميع موقف الهاشميين بالنسبة للقدس. نحن كدولة هاشمية واجبنا نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية. في ضغط علينا صحيح، لكن بالنهاية الجواب رح يكون كلا. أنا مش شايف إنه بيقدر يضغطوا علينا، لأنه كل الأردنيين على موضوع القدس وقفوا مع بعض، لكن بالنهاية موقفنا مع إخواننا الفلسطينيين بالقدس، والقدس زي ما حكيت خط أحمر. فنطلع من اليوم ما نكون خايفين على المستقبل، لأنه أنا بعرف نحن كأردنيين كنا راح نوقف صف واحد، وبالنهاية العرب والمسلمين راح يوقفوا معنا.